بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وبك استعين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم يا أخوة الكرام في هذا الدرس من دروس شرح حديث أم زرع. ونحن نقول حديث أم زرع تارة، ونقول حديث أبي زرع تارة، وأم زرع وأبو زرع كلاهما من بيت واحد. والآن في حديث المرأة الثانية التي أخبرت عن زوجها فقالت: زوجي لا أنث خبره، وفي رواية لا أثير خبره، وفي رواية أخرى لا أبث خبره. أنث وأبث وأثير خبره وأنشر خبره، روايات كل اللغات هذه. غير أن النث من نث الحديث، نث الحديث هذا ما يكون في الشر، غير بث الحديث مطلقا. أنشر الحديث، أنشره ذاك الحديث الذي فيه مبشرات، أنشر حديث فلان، يعني من النشر الروائح الطيبة. أنشر حديث فلان، أنشره يعني أذعه بين الناس، أو أوصله للأسماع حتى يسمع به الكل. هذا بخلاف حدث به وأشع بين الناس. لما أقول أشع بين الناس إشاعة بالباطل والبهتان والغيبة والنميمة والتحريش وغير ذلك من خلاط العداوة والبغضاء التي يزرعونها الفتان في المجالس. تقول هذا أشيعه بين الناس، إشاعة من الإشاعة، أشاعة بالشيء، أعطى أمارة على الفساد والسوء الذي به. لما تقول أنث الحديث هذه في الشر، وأبث الحديث في الخير. افترق بين هذا وهذا. هي تقول، هذه المرأة تقول: زوجي دعوني، وقد أخذت العهد على نفسها مع صويحباتها أنها قالت: لا تكتموا حديثا. هن تعاهدنا على أن لا يكتمنا حديثا. فلما جاء دورها قالوا لها: ما تقولين في زوجك؟ قالت: زوجي لا أبث خبره. يعني المسألة فيها لغز، فيها تعمية، وفيها معاياة. خوفنا من أن تصل المسألة إلى أن نفضح ما وراءها من الأسرار، لأن أنث خبره يعني أخشى أن أقول طرف الحديث فينحدر سائر ما في نفسي عليه تلبه على إثره، فلا أترك شيء من أسرار البيت إلا وقد كشفته ورفعت غطاء عنها. فتقول: لا أبث خبره. فاستتمت المعنى هذا في شيء آخر: إني أخاف أن لا أذره، يعني الحديث. أخاف أن لا أذر الحديث. إذا قلنا هنا ضمير عائد على الحديث، يعني أخاف أن أقول طرف من الحديث ولا أستتمه، ولا أوفي على آخره وآتي على جميعه. أقول شيئا لما يصلح، إما ناتي عليه كله ولا بلاش، مو كافي عندي. وأي شيء ما يشفي الصدر أنا أقول ترى فعلة يوما ما، ولا رأيت منه كذا خلقا ما، ولا يوما ما صنع بي كذا، ومن فادحاته التي رأيناها. ما أقول هذا، لكن إن قلت غيرها كالتي هي مثلها وقبلها، ما أترك شيء من مساويه في بيته. يعني كأنها تصرح ولا تصرح، تقول ولا تقول. هي أنت تستشف من حديثها أنها قدحت في زوجها، وهي لم تصرح بهذا. تقول: أنا أقول زوجي لا أبث خبره، أخاف أن لا أذره. مثل أنا بس قريب من هذا الكلام أقول لك: والله شخبارك بالسفر مع فلان؟ يقول لك: والله أنا ما ودي أقول اللي صار بيني وبينه بالسفر، لأني لو قلت ما راح أخلي شيء. شنو في أشياء اللي حصل بينك وبين صاحبك بالسفر، ولا صاحبك بينك وبينه في السوق، ولا في المجلس الفلاني، ولا لما خرجت معه، ولا لما التقيت به. لما أقول لك مثلا: أخبرني عن فلان التقيت به وسافرت معه، حدثته بالسوق وحدثته هنا وهناك، إيش حصل؟ قال: والله ما ودي أنا أقول لك عن اللقاء،
أخاف إني أقولك عن اللقاء ما أترك شيء فيه، فعلى طول يتبادر إلى قلبي إنه شنو؟ إنه مصايب حصل في لقائك معه. شوف الفصاحة، يعني إيش هو؟ هي ضمنت في النص والصريح وإن لم تقل به، وصرحت بالنص وإن قالت به. هذا ضمنت هذا الكلام، ومن ناحية أخرى صرحت. هذا مثل ما يقول بعضهم: ولولا أن يقال صبا نصيب. الشاعر نصيب، الشاعر الأدهم الأسحم هذا: ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. نشأ الصغار، يقول أخشى أن يقول الناس أن حينما أقول في الغزل وأقصد في النسيب والتغزل في النساء، أخشى أن يقال عني أنني صبوت، رجع عقله إلى الوراء وهو شبابه كبير الآن في السن. نصيب من جيل الفرزدق، عاش كثيرا، عاش طويلا مكثرا، هو من الشعراء. يقول ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. يقول لولا أن تشاع بين الناس كلمة يقال فيها أنه عقله صغير يتبع النساء ويقول فيهن الشعر ويتغزل من ورائنا، لقلت والله ما أجملها من كلمة، ما أطيبها على نفسي، حديث الصغار والنشأ، هؤلاء الذين يلعبون ويتغزلون. يعني يصرح وما يصرح، يقول يعطيك نبذة عما في نفسه ولكن لا يصدق ما في الواقع. هكذا، هذا من الذكاء في البلاغة، هي انظر إلى الأدب، ليس للنسوة عليها مستمسك، وليس لأحدهن طرفة عين فيما تروم من نشر حديثها وفضح إسنادها من ورائها، بأن تقول فيها وفي زوجها، تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره، فتترك النساء في حيرة من أمرهن، ما يدرين والله ما قالت هذا، قالت سوءا أم خيرا، شرا أم باطلا، ما يدرون، بين بينين. هي قالت في نفسها وصار بين عند السامعين، قالت ما في نفسها، فرجت عما في نفسها وتركت السامعين في حيرة، في انتظار. ماذا تقول عنه؟ إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. أكدتها بتلميحات أخرى أعمق وأغمض من الأولى. إن أذكره أذكر عجره وبجره. عجره شيء عند العرب، عجر فلان وبجر فلان، وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عجري وبجري. العجر قيل هو في الظهر، هو منتصف الظهر، والبجر هو سرة الإنسان، يعني ما حوى الإنسان من بطنه وظهره، كل ما في الإنسان. إيش اللي بين البطن والظهر؟ قالب الإنسان، جهاز الإنسان كله، هيكل الإنسان كله. فأقول لك أنا والله ما تركتك أنت بين عجري وبجري، يعني أنت في قالبي، في قلبي، يعجر وبجري. وقد يقال أن عجر فلان وبجره أحزانه وهمومه، فلان بث عجره وبجره، من العرب، من كلام العرب هذا قديما. وابن السكيت يقول كلاما جميلا في إصلاح المنطق، يقول عجر فلان وبجره أسراره الدفينة التي لا تقال لأحد، أسرار الدفينة. فهي تقول في هذا، تقول أخاف إن أذكره أن أذكر عجره وبجره، أخاف إن ذكرته لأن يستدعي أن أذكر صنع زوجي وما يكونه منه في خلوته معي ودخوله وخروجه وتولجه في داري، أن أذكر طرفا من الأحاديث هو يأخذ بالقلوب ويشرد بالفكر ويكون حديثا أساسا في المجالس ويصير ذكره بين الناس. أخشى من هذا، أخشى من كل هذا. أسرار له، أسرار في نفسي وأسرار في حياتي معه. أي زوج هذا؟ والله ما رأيت مثل الأدب هذا،
يبدو أنها قد أصيبت في الصميم من زوجها ونال منها نيلا مرا، وهي تقول إيش أوصف أي كلام يبث ما في نفسي ويبرد ما في قلبي عن زوجي هذا. وهي كأنها تقول أنا نعم وإن شكوت إلا أنني أخشى من شكواي هل تبرد غليلي وتطفئ ظمئي من برد الحديث، أما أعود وقد تنكدت فوق ما تنكدت من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.